أنت تنظر إلى 100,000 طن من الفولاذ الأمريكي يشق المحيط الهادئ. قلعة عائمة، مدينة تعمل بالطاقة النووية، أقوى أصل عسكري على وجه الأرض. وفي مكان ما في مرتفعات وسط الصين يتلقى قائد بطارية صواريخ إحداثيات الهدف. هدفه تلك الحاملة. سلاحه صاروخ باليستي يسير بسرعة ماخ 10. مهمته إغراقها. لكن السؤال الذي لا يستطيع أحد الإجابة عليه بيقين: كم عدد الضربات المطلوبة فعلياً؟ صاروخ واحد، 10، 20؟ أم أن حاملة الطائرات هي أكثر منصة سلاح مهندسة بشكل مبالغ فيه ولا تقهر على الإطلاق، سفينة ترفض الموت ببساطة؟ اليوم ستكتشف الحسابات السرية والعقائد من الحرب الباردة والفيزياء الوحشية وراء أحد أكثر السيناريوهات المفترضة رعباً في الحرب، لأنه إذا اندلع صراع بين القوى العظمى غداً فقد يحدث هذا السيناريو بالضبط في الوقت الفعلي. والإجابة على هذا السؤال قد تحدد من يسيطر على المحيط الهادئ والعالم. قبل أن تتمكن من إغراق حاملة طائرات عليك العثور عليها أولاً، وهذا أصعب مما يبدو. يغطي المحيط الهادئ 64 مليون ميل مربع. حاملة الطائرات حتى العملاقة منها يبلغ طولها 335 متراً فقط. من قمر صناعي على بعد آلاف الأميال، إنها مجرد نقطة، إبرة في كومة قش بحجم كوكب. خلال الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي مهووساً بهذه المشكلة بالذات. تكشف الوثائق البحرية السوفيتية المرفع عنها السرية عن استراتيجيتهم: تخصيص فرقة جوية كاملة، مئات الطائرات، لتحديد موقع ومهاجمة مجموعة ضربة حاملة أمريكية واحدة. كانت خطتهم يائسة على مستوى الكاميكازي. طائرات الاستطلاع كانت ستطير على ارتفاع قمم الأمواج بالكاد 200 متر فوق المحيط لاختراق 300 كيلومتر في المجال الجوي الذي تسيطر عليه أمريكا. مهمتهم لم تكن البقاء على قيد الحياة، بل تأكيد موقع الحاملة بصرياً ونقل المعلومات لاسلكياً، ثم الموت. ثم تبدأ الضربة الحقيقية. أكثر من 80 صاروخاً مضاداً للسفن يطلق من قاذفات سوفيتية من طراز باكفاير وبادجر، كلها تتجه نحو هدف واحد. حاملة واحدة، 80 صاروخاً. هذا كان الحساب السوفيتي للحصول على فرصة للنجاح. اليوم لدى الصين أدوات أفضل: أقمار صناعية تتتبع أنماط الأمواج، أنظمة رادار فوق الأفق تمسح شبكات واسعة، شبكات استشعار تحت الماء، وغواصات وطائرات بدون طيار تحدد المواقع بدقة. لكن حتى مع تكنولوجيا القرن 21 فإن تحديد موقع حاملة متحركة في الوقت الحالي وصولاً إلى الإحداثيات الدقيقة والسرعة والاتجاه صعب للغاية، لأن حاملات الطائرات لا تجلس ساكنة، إنها تناور، تصبح غير مرئية. عندما تدخل حاملة في وضع التحكم في الانبعاثات فإنها تغلق الرادار النشط وتحد من الإرسالات اللاسلكية وتستخدم اتصالات قصيرة لتقليل بصمتها الإلكترونية. سفن خداعية ناقلات نفط ذات بصمات رادارية معززة تتمركز في مركز التشكيل لخداع أجهزة الاستشعار المعادية للاعتقاد أنها الحاملة الحقيقية. في الوقت نفسه تشكل مدمرات آرلي بيرك وغواصات هجوم نووي وعشرات المقاتلات شاشة حماية تمتد لمئات الأميال. أنت لا تطارد حاملة فقط، أنت تطارد شبحاً يدافع عنه مجموعة قتال كاملة مصممة لقتل أي شيء يقترب. لنفترض أن الصين حلت مشكلة الاستهداف. صور الأقمار الصناعية وتقارير الغواصات وتحديد الموقع بالرادار تحدد موقع حاملة جيرالد فورد على بعد 1000 كيلومتر جنوب تايوان. يطلق صاروخان DF-26 من المرتفعات الشمالية الغربية وDF-21D من الساحل الشرقي، كلاهما قاتل حاملات، صواريخ باليستية مصممة خصيصاً لاختراق دفاعات السفن الحربية. في اللحظة التي يشتعلان فيها تكتشف الأقمار الصناعية الأمريكية التوقيع الحراري. ترسل قيادة الفضاء تنبيهاً سريعاً إلى الحاملة. الطاقم لديه 5 دقائق. الصواريخ تسير بسرعة ماخ 10، أكثر من 12,000 كيلومتر في الساعة. بهذه السرعة لا مجال للتردد. استجابة الحاملة الأولى: المراوغة. يدفع قائد الدفة المحركات إلى الأمام. تتسارع فورد إلى 35 عقدة، 65 كيلومتر في الساعة، وتنفذ دورانا حادا نحو الجانب الأيمن.
في 5 دقائق ستقطع الحاملة 10 كيلومترات من موقعها الأصلي. في الوقت نفسه تطلق مدمرات مجموعة الضربة صواريخ اعتراضية SM-6. تتدافع الطائرات المقاتلة للإقلاع. تنشط أنظمة الحرب الإلكترونية لتطلق إشارات تشويه وسحب معدنية، آلاف الشرائط المعدنية المصممة لإرباك الرادار القادم. نظام السلاح القريب سيويز، مدفع جاتلينج قادر على إطلاق 4500 طلقة في الدقيقة، يدور كخط دفاع أخير. لكن المشكلة هنا أن DF-21D ليس صاروخا انسيابيا، إنه صاروخ باليستي مع مركبة إعادة دخول قابلة للمناورة. على بعد 30 كيلومتر ينفصل الرأس الحربي وينشر زعانة في التحكم ويعدل مساره في الطيران. إنه مصمم لضرب الأهداف المتحركة، وهو قادم بسرعة ماخ 5. لنفترض أسوأ السيناريوهات. الصاروخ يتفادى المعترضات، يخترق التشويش الإلكتروني، السيويز يطلق النار ويخطئ. DF-21D يصطدم بجانب حاملة فورد بسرعة ماخ 5. الطاقة الحركية وحدها قبل أن ينفجر الرأس الحربي حتى تعادل 700 كيلوغرام من مادة TNT، ثم ينفجر الرأس الحربي. 600 كيلوغرام من المتفجرات شديدة الانفجار تنفجر في عمق هيكل الحاملة. الانفجار يخترق سطح الطيران ويمزق أنظمة التهوية، ويخترق حظيرة الطائرات. الشظايا تمزق المقصورات، تشتعل الحرائق، الدخان يملأ الممرات. تصرخ الإنذارات، فرق السيطرة على الضرر تندفع نحو الثغرة. 100 بحار ضحايا، لكن السفينة لا تغرق. إليك السبب. حاملة من فئة فورد، مبنية من فولاذ HY-80 و HSLA 100 سبائك عالية الشد بسمك 4 سنتيمترات. الهيكل معزز بألواح كفلار يصل سمكها إلى 6 سنتيمترات، وبطانات مقاومة للانفجار تحيط بالمساحات الحيوية. الحظيرة مقسمة إلى 3 أقسام منفصلة مع أبواب مقاومة للانفجار مزدوجة، وحتى لو دمر قسم واحد تظل الأقسام الأخرى تعمل. تغلق المقصورات المانعة للماء، تنشط أنظمة إخماد الحريق لتغرق اللهب في الرغوة. في غضون 3 ساعات يصبح المقلعان المتبقيان للإطلاق جاهزين للعمل مرة أخرى. الحاملة تضررت لكنها لم تمت. صاروخ ثاني يصطدم بسطح الطيران الأمامي. هذا ينفجر مباشرة فوق الحظيرة ليرسل موجة صدمة عبر المقصورات القريبة. الانفجار يلحق الضرر بالبنية الفوقية للجزيرة، حيث توجد الجسر ومركز القيادة. مساران لمقلاع الطائرات يدمران. ألواح السطح الفولاذية تنثني، لكن مرة أخرى السفينة تنجو. لماذا؟ لأن التكرار هو القوة الخارقة لفورد. كل نظام حيوي مكرر، الطاقة والدفع والقيادة، كل شيء له نسخة احتياطية مفصولة بحواجز معززة لمنع ضربة واحدة من شل السفينة. المفاعلات النووية مدفونة عميقا تحت خط الماء، محاطة بطبقات من الدرع ومحمية بمقصورات متناوبة. خزانات وقود الطائرات لا تخزن في مناطق ضعيفة، إنها مدمجة داخل أنظمة الحماية المضادة للتوربيد، محاطة بمياه البحر للعزل ومملوءة بالنيتروجين بدلا من الهواء لمنع تكون أبخرة متفجرة. حتى الذخيرة مخزنة في 30 مقصورة مستقلة، كل منها مغلفة بالكيفلار، مع إبقاء الوقود الدافع منفصلا عن القذائف لمنع التفاعلات المتسلسلة. فورد مصممة لامتصاص العقاب ومواصلة القتال. قد تعتقد أن هذا يبدو دعاية. ليس كذلك. حاملة USS Enterprise في عام 1969 عانت من انفجار عرضي ل9 قنابل زنة 500 رطل على سطح طيرانها خلال حرب فيتنام. اشتعلت الحرائق، تزايدت الخسائر، لكن المقاليع ومعدات الإيقاف لم تتضرر. في غضون ساعات استؤنفت عمليات الطيران. حاملة USS فورستال في عام 1967 تحملت تفاعلا متسلسلا من انفجارات القنابل بعد أن تسبب خلل كهربائي في إطلاق صاروخ عبر السطح. انفجرت آلاف الأرطال من الذخيرة، حطام مشتعل مزق المقصورات، اشتعلت الحرائق لساعات. السفينة لم تغرق. ثم هناك USS أمريكا، حاملة من فئة كيتي هوك، استهدفت عمدا في تمرين بحري يسمى سينك أكس. لمدة 4 أيام متواصلة حاولت البحرية تدميرها.
قنابل مسقطة جوا، صواريخ مضادة للسفن، نيران بحرية، توربيدات. أمريكا تحملت كل شيء ولم تغرق. اضطرت البحرية لإغراقها عمدا. قدم ذلك الاختبار بيانات حيوية استخدمت لتصميم حاملات فئة فورد، سفن مهندسة لتتحمل عقابا أكبر. إذن، كم عدد الصواريخ التي ستتطلبها فعلاً؟ الوثائق السوفيتية المرفع عنها السرية من الحرب الباردة تقدم إجابة مرعبة. حسب استراتيجيون البحريون السوفييت أن الأمر سيتطلب 12 إصابة مباشرة من صواريخ KH-22، كل منها يحمل رأسا حربيا بوزن 1000 كيلوغرام لقتل حاملة من فئة نيمتس. مصادر روسية أخرى قدرت أن صاروخا إلى 3 ستسبب أضرارا قابلة للإصلاح، 8 ستلحق أضرارا جسيمة، 20 مع إصابات توربيد ستضمن التدمير. لكن المفاجأة، تلك الحسابات افترضت رؤوسا حربية تقليدية. صاروخ واحد مسلح نوويا يمكن أن يعطل حاملة تماما. الصواريخ ليست التهديد الوحيد. إذا أطلقت غواصات العدو توربيدات في نفس الوقت، تواجه الحاملة هجوما من محاور متعددة. دفاع فورد الأول: أنظمة الخداع الصوتي التي تخدع توجيه التوربيد. إذا فشل ذلك، يواجه التوربيد 6 أمتار من الحماية المضادة للغواصات، مقصوءات متعددة الطبقات مملوءة بالسوائل لإبطائه، وحواجز مدرعة مصممة لامتصاص انفجار رأس حربي بوزن 300 كيلوغرام. تقدر المصادر الروسية أن الأمر سيتطلب 10 إصابات توربيد لإغراق حاملة من فئة نيمتس. فورد مع ميزات بقاء محسنة ستتطلب على الأرجح أكثر من ذلك. إليك الحسابات الوحشية. لضمان تحقيق ميشن كيل، وهو ما يعني جعل الحاملات غير قادرة على إجراء عمليات طيران وإغراقها في النهاية، ستحتاج إلى إطلاق من 60 إلى 90 صاروخاً، من 10 إلى 20 إصابة مباشرة، 10 ضربات توربيد. هذا يأخذ في الاعتبار الاعتراضات والخداع والإخفاقات. هذا هو التقدير بناء على العقيدة السوفيتية والتحليل الحديث والأدلة التاريخية. لكن الحقيقة المرعبة لا أحد يعرف على وجه اليقين، لأنه لم تغرق أي حاملة عملاقة في قتال منذ الحرب العالمية الثانية. هذا ليس مجرد تجربة فكرية. قدرة حاملات الطائرات الأمريكية على البقاء تحدد توازن القوى في المحيط الهادئ. إذا اعتقدت الصين أنها تستطيع إغراق حاملة بشكل موثوق، فإن ذلك يغير الحسابات بالنسبة لتايوان وبحر الصين الجنوبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ بأكملها. إذا أثبتت الحاملات أنها صامدة للغاية، يجب على الصين إعادة التفكير في استراتيجيتها بالكامل، ويجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها: هل نضع الكثير من البيض في سلة واحدة؟ فقدان حاملة واحدة سيضعف الأسطول بشكل كارثي. الضربة الرمزية، إغراق نسب تذكاري عائم للقوة الأمريكية، سيكون لها صدى عالمي. بعض الاستراتيجيين البحريين يدعون إلى حاملات أصغر وموزعة، منصات أخف تنشئ المخاطر. آخرون يعتقدون أن الحاملة العملاقة تظل لا يمكن الاستغناء عنها، منصة قادرة على إبراز القوة وإدارة أسراب الطائرات بدون طيار، وهيمنة ساحات القتال بطرق لا يستطيع أي أصل آخر القيام بها. إذن ها هو ما تعلمته: حاملة طائراتي ليست لا تقهر، لكنها قريبة من ذلك. إنها قلعة صممها محدثون درسوا كل كارثة بحرية وكل ضربة صاروخية وكل إصابة توربيد، وبنوا سفينة ترفض الموت. إنها محمية بالتكرار والدروع، ومجموعة قتالية مصممة لتدمير التهديدات قبل أن تقترب. لكنها أيضا هدف، رمز بوزن 100,000 طن للقوة سيضحي الخصوم بترسانات كاملة للقضاء عليه. السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان يمكن إغراق حاملة، بل ما إذا كان أي واحد مستعدا لدفع الثمن لمعرفة ذلك.
لأن الإجابة قد تعيد تشكيل العالم.